اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ الناجتس. هنعملها بطريقه سهله وزي الجاهزه بالظبط، بس طبعا انضف واوفر بكتير جدا. تستخدميها بقى في سندوتشات، تستخدميها مع غدا خفيف. يلا بينا نشوف هنحضرها ازاي والمقادير اللي معايا ايه. معايا كيلو الا ربع فراخ متقطعه قطع، ومعايا التوابل: توم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح وجنزبيل وفلفل اسمر، ومعايا توم مهروس. من كل نوع من التوابل ربع معلقه، ومعايا معلقتين كبار صويا صوص وست قطع توست. التوست بشيل الجوانب منه. انا هنا استخدمت 6 قطع توست الكيلو الا ربع فراخ. النص كيلو 4 قطع، يعني لو كيلو يبقى 8 قطع، كيلو الا ربع انا استخدمت 6 قطع توست. بشيل الجوانب كده وبقطعها مكعبات صغيرة زي ما احنا شايفين كده، عشان يبقى سهل ان انا اضربه في الكبة اهو كده. وبحضر بقى معايا الكبة، وبحطهم في الكبة وبطحنهم اهو. بشغل بقى الكبة وبخليهم ناعمين زي ما هنشوف دلوقتي اهو. يبقى كده بالشكل ده كده. وبعدين بقى بضيف عليهم الفراخ في الكبة برضو، وببدأ اضربهم مع بعض كويس بعد ما بحط التوابل والصويا صوص اهو. حطيت بقى التوابل بتاعتي كلها، وببدأ بقى افرمهم مع بعض كويس جدا. لازم يتفرموا ناعم جدا، ما تبقاش في اي قطع فراخ معايا اهو بالشكل ده كده. عندك بقى كبة، عندك مفرمة، اي حاجة بقى تفرمي بيها اللحمة كده. بقى اللحمة اتفرمت معايا وبقت جاهزة تمام. بحط بقى معلقتين زيت، وبعدين نضربهم ضربة بسيطة كده مع بعض، بس عشان الزيت يختلط بس مع باقي المكونات. هما كده كده مضروبين كويس ومفرومين كويس. وكده بعد ما ضربناها في الكبة، بجيب بقى صينية وبحط فيها ورق زبدة وبدهنها بالزيت، بس زيت بسيط خالص. انا بس عشان الفراخ ما تلزقش في ورق الزبدة. وبحط بقى الخليط بتاع الفراخ اللي احنا ضربناه في الكبة مع بعض بالتوابل بتاعته بكل حاجة، وببدأ بقى افردها بالسمك بقى اللي انا عايزاه. انا خليت السمك بتاعها تقريبا سنتي. انا فردتها كده. الاسباتيولا انا عملتها بالزيت عشان ما تلزقش في الفراخ. انت بقى ممكن لو هتفرديها بايدك ولا حاجة، تدهني ايدك زيت وتبدأي تبططيها كده، وبعدين تسويها من فوق زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هسويها بقى من الجوانب اهو كده. ابتدي بقى اسويها من الجوانب زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. اخليها كده مستطيل كبير كده اهو كده. سهلة جدا يا جماعة، وطعمها خطير بجد، طعمها حلو قوي. احلى من الجاهزة بكتير جدا واوفر بكتير. الناجتس في السوبر ماركت مش رخيصة، وفي نفس الوقت ما تضمنيش هي معمولة من لحمة فراخ ايه. ببتدي بقى اقطعها بالشكل ده كده. التقطيعة بقى دي زي ما انت عايزة. انا عملتها مكعبات، انت ممكن تعمليها دواير، ممكن تعمليها اشكال لو عندك اطفال او كده. تعمليها شكل شمس، شكل اي شكل انت عايزاه باي قطاعة عندك. انا بقى قطعتها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما نقطعها هنحطها في التلاجة تتشمع 10 دقايق، بحيث ان هي تمسك في نفسها شوية، لان الفراخ بتبقى طرية جدا. فلا انا بشمعها في التلاجة شوية عشان يبقى سهل وانا بشيلها من على ورق الزبدة، ما تتبهدلش مني. اهي كده بعد ما حطيتها في التلاجة 10 دقايق وطلعتها، ببتدي بقى اطلعها كده. بصوا السمك بتاعها تقريبا سنتي. انت بقى زي ما انت عايزة تتخنيها بقى ترفعيها، دي حاجة زي ما انت عايزة، بس هو ده السمك ده مناسب جدا. بقطعها بقى كده. وبعدين بقى بجهز بقى التغليفة بتاعتها. معايا هنا بيضتين ورشة عليهم رشة فلفل اسمر وملح، وبحط عليهم معلقتين كبار لبن، وبقلبهم مع بعض
دي بقى التغليفة اللي هغلف بيها الفراخ زي التغليفة بتاعة البانيه عادي. بجيب بقى قطع الفراخ اللي انا قطعتها، طبعا فردتها عن بعضها، بقت كل قطعة لوحدها. وبجيب قطعة الفراخ وبحطها في البيض. بصوا مسكت نفسها ازاي لما حطيتها في التلاجة، مش طرية كده. وده عندي فيجيتار شيبس، انا كنت جايباه من كارفور، وهو موجود عند اغلب العطارين. بعمله كده، اغلفه بيه اهو زي ما احنا شايفين كده. ده بيدي نفس القرمشه بتاعه الكريسبي اللي احنا بنجيبه من بره. يعني انت بتروح عند العطار بتقول له عايزه الفيجيتار الكريسبي او الشيبس، بتلاقيه موجود عنده هنا. بعد ما خلصت الكميه كلها غلفتها بالبيض والفيجيتار. اجيب بقى زيت، بس طبعا يكون زيت غزير. انا هنا عملته في القلايه، انت ممكن تعمليه في طاسه على البوتاجاز او حاجه، او متوفر عندك القلايه، بس لازم تكون الزيت غزير. وانزلها على زيت سخن زي ما احنا شايفين كده. اهو من اول ما تحمر من جنب بقلبها على الجنب التاني كأني بحمر بانيه بالظبط. اهو بعد ما اتحمرت معايا بصوا لونها جميل ازاي ومقرمشه، ومش عايزه اقول لكم ممتازه بجد. انتي هتجربيها في البيت، مش هتجيبي ناجتس تاني من بره ابدا. ينفع مع حبه مكرونه بقى في غدا خفيف، ينفع سندوتشات، في رحله، في مصيف. حلو قوي، وكمان بيقعد معاكي في الفريزر زي ما انتي عايزه. تعملي كميه وتحطيها في علبه او في كيسه وتحطيها في الفريزر، بتنفع جدا في الازمات. كده تمام، لونها بقى حلو. وهنا بقى معايا باقي الكمية، غير طبعا انا حمرت شوية، ودول ما اتحمروش، دول بس غلفتهم بالبيض والفيجيتار وحطيتهم في علبة بلاستيك. دول بقى اللي هحتفظ بيهم في الفريزر. دول بقى اطلعهم على التحمير يتحمروا، هيبقوا جاهزين. لان مينفعش احمر واحط في الفريزر. بتقعد معاكي شهرين، اكتر من شهرين، طعمها بيتغير شوية. مناسبة جدا في المدارس، واحنا داخلين على المدارس هتنفعك جدا. تعمليها في سندوتشات، تحمريها كده للاولاد مع كيس كاتشب ولا حاجة، بتبقى حلوة قوي والاولاد بيحبوها جدا. وسلام بقى لو عاملاها باشكال وحركات كده كمان هيحبوها اكتر. سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة ومفيهاش اي تعقيد. اتمنى تجربوها وتعجبكم. ودي الكمية اللي حمرناها مع بعض. بتبقى حلوة جدا مع الكاتشب، والكاتشب عملناه مع بعض برضو. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشترك بالقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.